سلام، شلونكم؟ بجهز معاكم اليوم ربيان مشوي بالفرن. هذا الربيان كيلو. الحجم الكبير. نظفته طبعا، فتحت الظهر راح اراويكم وخليته بالثلاجة. صفيته من الماي وكل شيء وزاهد عندي حق الطبخ، بس براويكم شلون بطلت الظهر، نظفته وكل شيء. اوكي، عندي المكونات الأساسية: خردل، قفشتين كبار، مايونيز 3 قفاش ملعقة كبيرة، و3 ملاعق كبيرة كاتشب. هذه المكونات الأساسية اللي أنا أحطها مع الربيان. إذا أنتم حابين تضيفون صلصة المحار ما في مشكلة، هذه اختياري. والشيء الثاني اللي أنا أضيفه اللي هو صلصة الأيسلند مالت السلطة، وايد لذيذة وحلوة. هذه هم إضافية وتعطي لذاذة أكثر للطبق. طبعا حطيت الربيان داخل الصينية، راح أحط عليهم الصوص الخردل، راح أحط المايونيز، بسم الله، راح أحط الكاتشب، راح أحط شوية من صلصة الأيسلند، بسم الله. نحط اختياري، هو لذيذ، تقريبا ربع العلبة أو نصها. راح أخلطهم وارجع لكم. هني طبعا جهزت الربيان وخلطته كله مع المكونات اللي حطيناها. نفس ما قلت لكم من البداية، المكونات الأساسية مايونيز وخردل وكاتشب، الأشياء الثانية إضافية وتعطي لذاذة أكثر. ما راح نحط ملح ولا فلفل ولا أي شيء، لأن هذه الصلصات فيها ملح وفيها كل شيء وطماط وايد فيها أشياء. ولا راح أحط له ماي، راح الحين أحط له ورق زبدة وقصدير وأحطه بالفرن على درجة حرارة 300 بالفرن العادي 200. راح أخليه نص ساعة لساعة إلا ربع. ما راح يصير جامد، يعني سوري ناشف الربيان، راح يكون طري وش حالاته. أنا متعودة أسوي هالطريقة وراح أتابع معاكم. هني ورق الزبدة حطيت له شوية ماي، راح أحطه على الربيان بس، راح أحط له قصدير علشان الصوت ما أزعجكم وأدخله الفرن. هني دخلت الفرن، طبعا أنا مشغلته من قبل بوقت، لازم يكون عندنا حار. هني جهزت الجدر علشان أسوي العيش اللي هو الرز. حطيت دهن، زيت وبصل، الكمية اللي تبونها، ما في كمية محددة. وعندي معجون طماط أي نوع عندكم. وعندي الرز 3 أكواب غسلتهم ونقعتهم بخل وغسلتهم وجاهزين، وملح بس. هذه المكونات. طبعا هذه الوصفة أنا منزلتها قبل هالمرة بقناتي وحبيت أعيدها معاكم. هني لما ياخذ البصل شوية لون راح أحط الطماط. ممكن تحطون ثوم، مرات أنا أحط معاه ثوم هم لذيذ، وكذي بروحه. بسم الله. أحركه شوي. هني بعد ما حمست شوية المعجون، شوفوا ايش حالاته. لما تشوفون هذا اللون لقاعة الجدر يعني صار اوكي، هذا اللون الحلو الاصفر كذي. الحين احط العيش، بسم الله. راح احط شوية ملح، بسم الله. الملح اختياري حسب ما انتم تحبون، بسم الله. راح اخليهم شوية على النار عشان ياخذون من المكونات بعد، وأبي العيش ينشف الماي ماله، بعدين أحط له ماي. ما راح نحط ولا أي شيء بار، أوكي، نفس ما قلنا، بس هذه المكونات. هذا لون العيش، شوف ايش حالاته ما شاء الله. الحين أحط الماي 1 سنتي فوق العيش، بسم الله الرحمن الرحيم. أحط شوي كذي وأحرك وأشوف أحتاج بعد أو لا، كذي أوكي. أول ما يفور يغلي الماي، بعدين أقصر عليه وأخليه نص ساعة على ما يستوي. شوفوا ما شاء الله ايش حالات العيش
للحين ما سكرت عليه، لكن هو خلص. شوفوا شلون نثري يحب ريحته تينن. هذا ربياننا اللذيذ. طبعا آخر ربع ساعة 10 دقايق أشيل عنه ورق الزبدة والقصدير، مو مشغلة الشواية، الفرن العادي على الحرارة العادية راح ياخذ شوية لون. أول ما ياخذ لون ويخلص الوقت راح أشيله. شوفوا ايش حالاته بالريحة تينن. خلص طبقنا اللذيذ. الريحة طبعا ما أوصف لكم، تينن. ريحة الربيان مع العيش روعة روعة. طبعا هذا اللون اللي خذاه الربيان من حرارة الفرن من غير الشواية. شوفوا ايش حالاته. الصوص اللي داخل هذا تقدرون تشيلونه وتاكلونه مع العيش، لذيذ لذيذ وايد حلو طعمه. لازم تجربون الطبق والله حلو حلو وايد. انا معتمدته على طول، يعني انا قلت لكم على قناتي على اليوتيوب ونزلته ونزلت لكم مرة ثانية، وايد لذيذ. وهذا العيش شوفوا ايش حالاته ينن وريحته مو طبيعية. شوفوا روعة روعة روعة. أبيكم تجربون الطبق. شوفوا باللذاذة. علينا وعليكم بألف ألف عافية. جربوه قولوا لي رأيكم.